تخيل كده لو قطتك اتربت مع الدببة طول حياتها. اليوم الأول قطة صغيرة بتجري في الغابة، دبة ضخمة لقيتها جنب عرينها، شمتها وزقتها بمخلبها الكبير. القطة ما هربتش والدبة قبلتها كأنها واحدة من العيلة. الأسبوع الأول القطة بدأت تتعلم التسلق، أشبال الدببة دايما بيتصارعوا مع بعض. القطة دخلت معاهم في اللعب، كانوا أقوى منها بكتير بس عمرها ما استسلمت، ومخالبها بدأت تطول يوم بعد يوم. بعد 3 شهور موسم سمك السلمون بدأ. القطة بتتفرج على الدببة وهي بتصيد السمك في المية الساقعة، اتعلمت تقف فوق الصخور وتخطف السمك في اللحظة الصح. القطة بقت أسرع من الدببة، هي اصطادت 4 سمكات بينما الدببة اصطادوا واحدة بس. بعد 6 شهور الدهون اللي في السلمون غيرت جسمها، فروها بقى تقيل وجسمها خزن دهون عشان الشتاء، وبقت تنام بين شبلين دببة كبار وتقضي الشتاء كله في الدفء. بعد سنة القطة ما بقتش تخاف من أي حاجة، عضلاتها كبرت ومخالبها بقت أخطر، بقت تصطاد بسرعة ودقة حاجات الدببة نفسها ما علموهاش. بعد سنتين العلماء مسكوها، حاولوا يدوها أكل قطط عادي بس هي رفضت تاكل وبدأت تضعف من الجوع لأنها خلاص ما بقتش قطة بيت. كل اللي هي عايزاه إنها ترجع تاني لعيلة الدببة بتاعتها. وفي الآخر صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.